معاكم الأب الكاريزما اللي مستحيل الحزام يفارق بنطلونه، قصدي ايده. دخل على ابنه ولقاه مش بيذاكر. الأب اللي ده لغة حواره ما بيتناقش وما عندوش تفاهم غير بالضرب. هو انا لسه هتناقش وهتفاهم؟ امال ده اخترعوا لي. انا يوسف ودي الحلقة الثالثة من النفسية في ثانوية. طيب هو ده اولا اخترعوه مش عشان تضرب بيه حد، ده اخترعوه عشان تلبسه. لو انت او انتي عندكم نفس الاب ده فحرفيا الله يكون في عونكم. عارف ان في ابهات كده كتير مش بتتعامل غير بالعلقة وبالضرب وبالاهانة والتلطيش، وطبعا كله في الاخر بحجة الخوف على مصلحتك. طيب عزيزي الاب، خليني اقولك ان انت بتكسر مصلحته حرفيا. الاب اللي بيعمل كده ودايما مفيش تفاهم فده بيكون فعلا محققش حاجة في حياته، او بمعنى اصح ان هو محققش اللي هو كان عايزه وعايزك انت اللي تحققه. يعني عايز يحقق احلامه فيك. طبيعي جدا زي ما في ابن فاشل في اب فاشل. انا مش جاي خالص اكرهك في باباك لو هو بيعمل كده، بس انا جاي ادعمك واقولك كمل واستمر في اللي انت فيه. استمر في مذاكرتك وما تتأثرش باللي هو بيعمله ده. في الاول وفي الاخر الزمن هيعدي وهتقعدوا مع بعض كده، هتفتكروا الايام دي هتقعدوا تضحكوا عليها. انا عارف انه صعب ان الواحد يكون بيتضرب وبيتهان ويفضل يستمر في المذاكرة ويبقى عايش حياته طبيعي، لكن هو مش ذنبك ان انت عايش مع اب زي كده. فما تخلوش يدمرك، يعني ما تخليش والدك يدمرك، واكسب انت نفسك. ما تخليش اللي هو بيعمله يأثر فيك عشان ما تطلعش بعدين فاشل ما عرفتش تعمل حاجة بسبب ان هو كسر نفسك. اما بقى بالنسبة للآباء، لو حد منكم بيسمعني وهو بيعمل كده فصدقني كل ضربة، كل شتيمة، كل إهانة، كل كلمة وحشة بتعملوها مع عيالكم فهي بتسيب أثر كبير جدا جواهم. بالعكس هي مش بتغيرهم، هي بتسيب أثر حرفيا وحش جدا. وصدقوني الكره مش بيتجزأ خالص. يعني ما تفتكرش ان انت لما تقول انا هعمل معاه كده عادي مش هيكرهني، ده ابني مستحيل يكرهني. لا، هو الكره مش بيتجزأ، هو لو عايز يكرهك هيكرهك، ولو ما كرهكش ف يعني هيتعامل معاك عادي، بس هيفضل فاكر لك الحاجات دي مش هينساها. يعني هيفضل بيتعامل عادي بس مرة واحدة كده هو قاعد بالليل بيفكر، هيفتكر بقى كل حاجة انت عملتها معاه. خلي بالكو ان الضرب عمره ما بيتنسي بجد. يعني انت لو جبت حد عايش مع اهله دايما بيضربوه وسألته عن كل ضربة هيفتكر لك اليوم بتاعها والسبب بتاعها وكل حاجة. الضرب عمره ما بيتنسي خالص. فبجد ده اثر وحش اصلا ان انتوا تسيبوه في اي بني ادم. معرفش انتوا ازاي كده. كمان اوعى تفتكر بقى ان هي دي الطريقة اللي هتخليه يذاكر ويجيب مجموع حلو والدنيا تبقى ماشية معاه صح، وهيبقى بقى ايه تربية عسكرية وهيطلع راجل وكل الكلام ده. لو مستني مجموع حلو في ثانوية عامة بالطريقة دي فاضمن لك ان انت هتستنى نتيجة مش كويسة، ولما تطلع النتيجة ما تنساش تضربه علشان يخش الكلية ويتعقد، يعني لحد حرفيا ما تدفنه بالحياة. هتحول لشخص عامل زي الزومبي او الانسان الآلي من كتر الضرب اللي اتضربه. خلاص الشخصية اتمسحت اصلا، ما بقاش فيه شخصية، ما بقاش فيه اي كيان لنفسه. اتعود على ان هو يتضرب، برضو زي ما اتعود على ان هو يتضرب هيتعود على ان هو يتهان بره البيت. هو كده كده متهان جوه البيت، فاي حد هيهينه بره مش هيقول له انت بتعمل ايه. ما انكرش انه حرفيا في شخصيات ما ينفعش معاها غير الضرب، وفي شخصيات بجد ما بتجيش ولا بتتأدب غير بالضرب. بس لو ارتكب ذنب كبير، خطأ يعني كبير جدا، لكن ما يبقاش الضرب هو العقاب على المذاكرة. ما اعتقدش ان الضرب هو اللي هيعالج حتة ان هو يذاكر. انا هنا بتكلم في نقطة المذاكرة، ماليش علاقة بعامة في حياتكم انتوا ماشيينها ازاي. انا بتكلم في نقطة المذاكرة. نقطة الضرب على المذاكرة دي بجد ملهاش اي 60 لازمة. وبرضو انا مش جاي اقول خالص ان انت معرفتش تربي او مش عارف تربي خالص، بس انا بتكلم بدماغ الاف كتير جدا من سني. ويمكن ابنك او بنتك او بنتك ما عندهمش الجرأة إن يواجهوكوا بنفس الكلام اللي انا بقوله. وفي الاخر احب اقول لكم حبوا عيالكم وابنوا معاهم ذكريات حلوة، علشان ولا ثانوية عامة ولا اي حاجة غيرها هتعوض اي يوم حلو ليكم مع بعض تفتكروه سوا.
وبس كده. وطبعا في الاخر مش هقول لكم تعملوا شير مع اهاليكم، لان ممكن لو عملتوا شير مع اهاليكم وسمعوا الفيديو ده ممكن يقوموا يضربوكم، لان هما في الاول في الاخر برضو مفيش تفاهم. فانا اتمنى ان الفيديو ده يقع في ايد اي اب بيعمل كده ويسمعه ويحاول ان هو يغير من نفسه. شكرا لو سمعتوا الفيديو لحد الاخر، ونتقابل في حلقة جديدة. ولو عندكم اي سؤال ياريت تكتبوه في الكومنتات علشان نرد عليه بفيديو.